يعني انت مالكش دعوه بالثلاثه التانيين؟ انا ماليش دعوه بالثلاثه التانيين. الثلاثه التانيين دول كده كده هم ناس سارقه ومش قصتي. وكده كده الناس اللي باعت لك الاجهزه ان كان احمد جالاكسي هو باع لك وانت اديتني، فانا هطلب صلح بالحاجه دي. فيديو جديد كان لازم حضراتكم تشوفوه. زي ما بدأنا الموضوع لازم نكمله. فيديو لكوكو اللي هو اسمه كرولوس، صاحب محلات كوكو اند اس في مصر، اللي اتقبض عليه بتهمة سرقة تابلت وزارة التربية والتعليم، واتحكم عليه بالسجن 15 سنة. فيديو وهو بيتكلم مع التاجر، فيديو مهم لازم نعرضه لحضراتكم. دلوقتي كده كده قلنا موضوع الافراج الجمركي ده مش موجود. تمام. وانت كده كده طالع حسن النية. تمام. والامر بالنسبه لك انت واحمد جالاكسي يعتبر منتهي. تمام. ينفع تعمل لي فاتوره؟ اعرض عليهم الامر، اقول له اساله. لو عملت لي خلي مدحت يكلم عبد الله دلوقتي يعمل فاتوره. لو عملت لي فاتوره تمام بالاجهزه اللي انت جبتها لي يبقى تمام كده. انا بالنسبه لي الامر منتهي. ماشي. وبالنسبه عبد الله دلوقتي خلي مدحت يكلمه. وبالنسبه لحاجه تاني، لو في صلح على الاجهزه، يعني لو المحامي هيطلب صلح الاجهزه مثلا ناقص 99 جهاز 100 جهاز، هما هتنزل لجنه تعين اللي هي الناقص ايه والحاجه اللي ناقصه ايه. تمام. انت فاهم؟ هتتقدر بفلوس. تمام. ايه اللي هيحصل فيها؟ هتدفع الفلوس. يعني ايه اللي هيحصل فيها ازاي؟ تمام، يعني انت فاهم ان في فلوس هتدفع يعني ماشي. ما يقول لي كام وهعرض الامر عليهم برضه، ما عنديش مشكله خالص. المهم نخلص الموضوع. تمام. المهم الموضوع يخلص. تمام. انت فاهم؟ مفيش بس هل الفلوس هتتقسم على كل اللي في الموجود الستة؟ هل الفلوس هتتقسم على 3؟ انت فاهمني؟ فاهم الوضع؟ انا بقول لك، انا اللي المحامي قاله لي انا بقوله لك عشان انا يعتبر الضحيه اللي في الموضوع ده. ما انا بقول لك اهو برضه. انا بتكلم كده كلام غلط. انا بتكلم كلام غلط. انا هل النهارده هم قدروا مثلا بمليون جنيه؟ تمام. هل يعني ادفع انا لوحدي مليون جنيه؟ طب هل المليون جنيه ده هيطلع مين ولا مين ولا مين؟ يعني هيطلع الستة ولا هيطلع 3؟ احنا بنتكلم في مشكلتي انا اللي انا اتحطيت فيها، اللي ماليش ذنب فيها. ما انا بقول لك يعني انت مالكش دعوه بالثلاثه التانيين؟ انا ماليش دعوه بالثلاثه التانيين. الثلاثه التانيين دول كده كده هم ناس سارقه ومش قصتي. وكده كده الناس اللي باعت لك الاجهزه ان كان احمد جالاكسي هو باع لك وانت اديتني، فانا هطلب صلح بالحاجه دي. تمام ماشي. ما هو الكلام ده اللي انا قلته لك من الاول. تمام. وهو ده اللي هيخلص عليه الموضوع برضه، وقايله لك من الاول خالص قبل ما تروح حتى العسكريه. ماشي. ما انت تقول لي اتكلم في حل ايه عشان انا ابلغ المحامي. انا عايز فاتوره، عايز فاتوره. والحل التاني اللي قلته لك ده انا ما اقدرش اطلع فاتوره لان انا مش انا اللي بايع. واصلك؟ فانا اخلي مدحت يكلم عبد الله دلوقتي، يقول له احنا عايزين فاتوره دلوقتي بالليل. ما هو انت يا حاج قدام المحضر وقدام كل حاجه، وفي الحق انت اللي بايع لي. ازاي مش تقدر تطلع فاتوره؟ انا ما اقدرش اطلع فاتوره. هكدب عليك؟ احور عليك اقول لك اي كلام وخلاص؟ طب ايه الحل؟ انا احور عليك اقول لك اي كلام؟ طب حلها ايه بقى؟ قلت لك هكلم الراجل واخلي مدحت يكلمه دلوقتي ويقول له محتاجين فاتوره، طلع لنا اي فاتوره من عندك. طب هل هو يقبل باي فاتوره كده عاديه؟ ما ممكن يكتب لك اي فاتوره. ده احنا عايزين فاتوره. عايزين فاتوره. هيقبلها من غير سجل يا عم كوكو؟ هيقبلها من غير سجل تجاري بطاقه ضريبيه؟ لا اكيد طبعا. هيقبلها؟ لا. طب انا بقول لك عشان كده بقول لك ايه، هرجع لهم اقول لهم في كذا 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 كذا. طب رد عليا. ماشي يا حاج. حاضر. ماشي يا حاج. ماشي يا حبيبي. حاضر. ماشي يا حاج. اتفضل. سلام.
قبل ما نكمل بقية حلقتنا والكلام اللي هيتقال فيها، محتاج كل واحد كده يصلي على النبي عشان نفهم الموضوع. واللي شفت في الفيديو ده واللي شفتوه كلام مهم لكن لا يؤخذ بيه. ليه؟ عشان المحكمة ليها بالورق، والورق أثبت وبقى مدين أو أدان كرولوس، أو بمعنى أصح طلع باقي الناس اللي هو التاجر والوسيط اللي قبل كرولوس اللي هو كوكو حسن النية، لكن كوكو سيء النية. وهنا لو احنا بننشر الفيديوهات دي عشان الأجهزة الأمنية، عشان اللي عمل التحريات، ادي كوكو وهو بيكلم التاجر اللي اداله بيثبت قد ايه اللي الراجل ده اتورط، الراجل ده ملوش في القصة. الفيديو ده مش دليل او مش هيؤخذ بيه في المحكمة، عشان المحكمة بتاخد بالورق، ولازم التحريات تتعاد، ولازم القصة دي قصة كوكو زي ما اتورط فيها الراجل ده بمعنى أصح، أو ممكن نقول اللي قلبي حاسس بيه، أكيد مش حاجة مسروقة هيطلع يعمل بيها لايف. من الآخر في شبهة، كان في شبهة، ممكن يكون كان عارف اللي حاجة بنص تمنها ومصادر الجمارك ومعرفش ايه. طب فين الورق يا كوكو؟ انت غلطت في ده، وده اللي بتتحاسب عليه دلوقتي، وده اللي انت قلته في فيديو قبل كده، اللي انت وانت راح تسلم نفسك، الفيديو اللي طلعت فيه ودموعك نزلت، الفيديو ده قدام عيال. انا مش حرام، انا ما سرقتش حاجه ولا اعرف عن الحاجه دي اي حاجه. التاجر اللي غلطان حاسبوه. التاجر قال لي في فاتوره ضريبيه، انا في افراج جمركي هبعتهولك. وانا طبعا من ثقتي في التاجر المحترم ده، انا كنت مسافر الصين. اي حد بيحضر نفسه ومسافر بيبقى في قمه يعني استعجال وعايز يجهز حاجته وبتاع. انا ادي الغلطه اللي غلطتها، لكن انا البضاعه رجعتها له، وكل حاجه حصلت احنا قلناها. في الاخر هو ياخد اخلاء سبيل حسن النيه، واحمد جالاكسي اللي شاري وبايع الهيثم ياخد حسن نيه ويخرج اخلاء سبيل، وانا اخد 15 سنه انا وسلطان. طب سلطان الراجل ماله؟ سلطان الراجل ماله؟ انا اللي اشتريت وانا اللي عملت. هو انت في ايه؟ سلطان الراجل ماله؟ تظلم ليه الراجل؟ احنا الاتنين صحاب المحلات، بس دي غلطة كوكو مش غلطة سلطان. انت تظلم ليه الراجل معايا؟ تدمر حياتنا احنا الاتنين كده، تدمر حياتنا، تدمر مستقبلنا ليه؟ احنا عملنا ايه؟ وربنا يظهر الحق. انا نازل اواجه وربنا يظهر الحق. انا دلوقتي بكره الصبح ابقى في مطار مصر، بكره الصبح ابقى في مطار مصر. اي حد غيري مش هيرجع مصر تاني، لكن انا هرجع. وانا لولا الحادثه اللي عملتها الكبيره كنت من تاني شهر ولا تالت شهر كنت رجعت. وبرضك ما رضيتش اسيب الصين غير لما اخلص كل حساب. راجل بيديني بضاعه هناك، الناس بتديني بضاعه من غير ورقه، واديت لكل واحد حقه. يعني اللي بيفكر في حاجه غلط ما ياخد بضاعه من الصين وما يرجعش الصين تاني. انا بمثل مصر قدام الناس الصينيين. الناس كلها هنا بتحبني والناس كلها بتتعامل معايا. انا لما واحد جاب سيره واحد مصري عليه فلوس ما دفعهاش، رحت له لغايه مكانه قلت له ازاي تعمل كده؟ طب ايه اللي حصل؟ احل لك مشكلتك بالراحه. كان ممكن يعمل معايا مشكله ويمسكني انا مكان ما انا اللي جاي بتكلم، لكن انا رحت وواجهته قلت له ازاي ترفع صوره واحد مصري والكلام ده؟ انت ليك ايه؟ يمكن انت اللي غلطان، انا افهم فيه ايه. لكن انا ولا بسرق ولا ليا في السرقه ولا ليا في الكلام ده كله. واللي غلط يتحاسب. حاسبنا كلنا. فانا معلش انا ايجيبت. اوكي استاذنكم بقى عشان الطياره طالعه، وادعوا لي واللي عايزه ربنا هيكون. من هنا كوكو اللي هو كرولوس غلطان، في غلط عليه، في خطأ وقع فيه. بمعنى أصح كنت لازم زي ما دخلت في قصة ان بضاعة جايبها مصادر الجمارك، يبقى تشوف الورق بتاع الجمارك، الافراج الجمركي عليها، ما تبيعش حاجة لما انت تكون متأكد. لكن انت حرامي لا. هو ده اللي طالعين نوضحه للرأي العام وللناس اللي بتشتري من محلات كوكو، عشان الراجل ده فاتح باب رزق زي ما بيتقال، او سبب لرزق ناس تانيين، فما يتاخدوش في الرجلين. والراجل ده بقاله سنين شغال. انا ما ببرأش واحد المحكمة
ادانته او قالت عليه اللي هو متورط في قصه. لكن احنا بنوضح بعض الملابسات، بنوضح بعض الامور عشان الناس اللي بتقول ده حرامي ويتحاسب. يا جماعه هو ما سرقش، هو اتورط في قصه. ده الفرق ما بين الاتنين. ده اللي ضميري كان لازم اللي انا حاسه اقول لحضراتكم زي ما فتحنا الموضوع ولومته قبل كده في فيديو، لكن المره دي طالعين بنقول لحضراتكم دي حقيقه القصه او تكمله القصه. الفيديو اللي نزلوه ده مش بيفيد في حاجه قدام المحكمه او الجهات القانونيه، لكن بيفيدك قدام الناس. وعشان انت تاجر وموجود في السوق وسمعتك مهمه، كان واجب عليا انا كمان اوضح الفيديو ده للناس. لو انت وصلت لحد هنا صلى على النبي واشوفكم على الف خير. السلام عليكم.